بيعملوا مش عارف ايه، هيقولوا جملتين هناك حرق. كان رحله طويله ابتدت من سنين. لما منى من لايف فوكس فتحتني في المشروع ان احنا عايزين نعمل حاجه للتروما الخاصه بالاطفال، وكان بدايه الحلم ان احنا نتدرب اصلا على الكونتنت ده، على المحتوى ده، ان احنا نعمل ورشه نتعلم فيها ازاي الاطفال هيعدوا بمرحله الهيلينج او الشفاء من الصدمات، لان هم اللي المفروض يحسوا بالتروما، هم المفروض يحسوا بالصدمه النفسيه، هم المفروض يحسوا بالمشاعر اللي احنا عايزين نوصلها من خلال المسلسل. فلو هم حسوه بالتالي كل المشاهدين هيحسوه. والجميل في الموضوع ان اللي كان بيشارك في الورشه دي مش بس اللي هيمثلوا، او ما كانش حتى اللي هيمثلوا موجودين، لكن الفريق العمل نفسه، عشان نقدر نتكلم مع الاطفال ازاي الصدمات النفسيه اللي عندهم تشفى او نمشي في طريق الشفاء دي. رحله طويله قوي علشان نبقى متاكدين انه المنهج القوي ده متحول لورق كويس، وفي الاخر هيتحول لصوره كويسه رغم التحديات الكبيره اللي عدى بيها المشروع، لانه الكالتشر بتاعت الهيلينج بتاعت امريكا غير بتاعت مصر، وده دور كبير قامت بيه منى. حتى وقت التدريبات وقت قرايه النص وشغلنا معاهم عليه، كان انت هتخرج الجمله دي ازاي، كنت هتشتغل عليه ازاي. يمكن ده كان فارق قوي في التحضير عن وقت التصوير، لان وقت التصوير بنهتم اكتر بالكاميرا والكادرات واللوكيشن وايه اللي هيحصل في التصوير نفسه. تحدي كبير انك تعمل دراما بتجسد الواقع وفي نفس الوقت تبقى الولاد يحبوا يشوفوها، فطبعا تحدي كبير انك تلاقي فورمات طريقه معالجه تمشي فيها رحله الشفاء وتوصل فيها الحق الكتابي لسن صغير زي ده، انت محتاج تشده. اسم يسوع يعني توصل مختلفه وتوصل حلوه. والكرو النهارده اول مره نتجمع كلنا. I ask يا رب تبقى معانا مع الاكترز والكرو والاكويبمنت والبيت. التحديات الفنيه الكبيره قوي كانت السيجمنتس بتاعت المسلسل. يعني المسلسل مش دراما بس، هو دراما جرافيكس، حاولنا نعمل قصه كتابيه بشكل مختلف عن اللي موجود، محاكاه حقيقيه، فكان في دراما، فكنا كمان بنسجل صوت كانه مسلسل اذاعي لوحده. فالمسلسل ما كانش مجرد دراما، هو كان فيه حاجات كتير قوي. فانك يبقى في ديزاين ان الفورمات تنفع تبقى كبيره طويله موجوده على السكرين، وفي نفس الوقت تبقى صغيره كتيره للاطفال يشوفوها. ده كان محتاج ديزاين ذكي وفي تشالنج، واتمنى انه ينتشر على السوشيال ميديا زي ما هيتذاع على الساتلايت، لانه ده معناه انه هيوصل لاعداد اكبر سواء اهالي او اطفال. زائد انها تحط عليك شغل. يا نهار ابيض، عشان عايزه ابتدي احس ان انت لاقيه منها بجد. بتأكد ان كل الشوتس اللي جايه متظبطه، ان الاكترز نفسيين جاهزين، وان اللاينز كلها اتقالت. مينا كان طفل شاغب، كان بيعمل ازعاج كتير، طريقة كلامه كانت طريقة وحشة، على طول متضايق متعصب متغاظ من اللي حواليه. مونيكا كانت طفلة صغيرة، كانت بتروح المدرسة وعندها أخ وأخت، ومامتها وباباها بيتخانقوا، وباباها ساب البيت ومشي، ومامتها تعبانة. بقوم بالمسلسل بشخصية أمل هي زوجة وأم ل3 أولاد، في مشاكل بينها وبين جوزها زي أي حد، بس هي بتتفاجئ إن هي عندها كانسر. تجربتي كانت حلوة ليه؟ عشان كان معايا ناس حلوة وبقيت مشهور، كان أول عمل ليا وصحابي فرحانين بيا. تجربتي في المسلسل كانت جديدة بالنسبة لي، عشان أنا أول مرة أعمل دور كبير. أنا كنت مبهورة جدا بإن في مسلسل وعليه الاهتمام ده ومتقدم بالشكل ده، وبيتكلم على الأطفال والصدمات اللي هم بيقابلوها وإزاي إن هم بيكونوا لوحدهم. في الوقت اللي فات لما كونت أسرة وبقي عندي أطفال، ابتديت أخد بالي قد إيه سلوكياتي معاهم أو البيت فارق جدا في نفسيته واللي هيكونوا، ولأن أنا كان عندي خبرات منها إيجابي ومعظمها سلبي، ودلوقتي بحتاج مساعدة خاصة روحية ونفسية علشان نعدي ده. أتوقع من هنا جه إنه المشروع ده بقي مهم قوي وشخصي جدا، إنه يطلع كويس ويوصل للأطفال، لأنه إحنا كنا محتاجين مادة زي دي.
الاصعب على الاطلاق بقى هي المشاهد اللي فيها مشاعر بس، ده كان اصعب حاجه بنعملها. كنا بنهدي النور خالص، حتى كنت بطلب يعني مدير تصوير يهدي الاضاءه خالص، حتى لو ده ممكن ياثر شويه على شكل الكادر، لكن كان بيفرق قوي مع الممثل ان كل حاجه تبقى على الهادي، وبنقعد نحاول نحكي مع الممثل. اكتر مشهد صعب بالنسبه لي هو المشهد اللي انا بقول فيه لاولادي ان انا عندي كانسر، ودي اصعب حاجه ممكن تواجهها ام. مشاهد الكروما كنا عبارة عن مكان مقفول علينا فيه صوت غير صوتنا، كان مكان كله أخضر، كنا المخرج كان بيقول لنا لازم تتخيلوا، فده كان بيسبب لي إن أنا مش عارف أبين رياكشن أكتر. فالكروما بالنسبه لنا دايما بتبقى تحدي عشان نقدر نخرج منها حاجه شكلها حلو قوي. فاشكر ربنا يعني قدرنا نعمل ده. كان ان انا احسس الاولاد ان هم فوق السطح بجد، ده كان تحدي كبير قوي، وهم مش شايفين حاجه غير قماش ازرق قدامهم هم. فعشان نقعد نشرح لهم وهم بيصوروا يعملوا ده ازاي، ده خد وقت ومجهود من مساعدين الاخراج ومن الاخراج عشان نقدر نوصل لده. القرار الثاني هنكتبه 5 مرات مش هيحصل صحيح. أكتر موقف مضحك كان فيه مشهد بتاع بلالين، كنا مع جده، فالبنت كانت اللي معانا في اللوكيشن كانت قايله لي نكته، كل ما افتكرها في اللوكيشن كنا نقعد نضحك. بإيد ربنا قوي، اولا عشان احنا كان في مشاكل كتير في البرودكشن بتاعت البروجكت، وكان في حاجات كتير قوي هتحصل، بس ربنا رتب ان هو البروجكت يحصل في الوقت اللي هو كان المفروض يحصل فيه. اتعلمت ان انا مثلا ما اضايقش بابايا او مامتي، ما اضايقش حد من اخواتي. اتعلمت ان ممكن كل مشكله بعد ما احنا نقعد ونتناقش، طب ما احنا نقف قدام ربنا ونقول له عليها، لان انا ساعات كتير بقف قدام مشاعر اولادي مثلا وانا مش فاهمه المفروض اقول ايه او اعمل ايه. اتعلمت من المسلسل ان اي حاجه اعملها يبقى اساسها يسوع. فانا المسلسل اثر فيا جدا بجد، وفرق معايا جدا من اول الكورس اللي خدناه في الاول خالص، وفرق معايا بقى وانا بعلم ده للممثلين والممثلات اللي معايا كبار كانوا او صغيرين، وانا بحاول اوصل لهم انه انت مش جاي ممثل، انت جاي تعبر عن كل بيت مصري او عربي بيطلع اللي جواه من مشاعر مكتومه بقالها كتير. فبشكر جدا صاحب الفكره الرئيسي، اللي انا معرفش مين صاحب الفكره الرئيسي، بس كل واحد اشتغل على الفكره العظيمه دي. لكن ان يبقى عندنا انتاج هدفه التعامل مع الصدمات والتحديات النفسيه للاطفال، ده جديد وصعب وفي احتياج كبير ليه، لانه محدش بيهتم او بيفكر في نفسيه الاطفال محتاجه ايه او ايه اللي هيساعدهم في الوقت الجاي. فالهدف مختلف ومهم، لانه مؤخرا ابتدينا نسمع عن الاجندات الدوليه اللي رايحه للاطفال، فاتوقع انه مهم قوي انه حد يعبر او يهتم عن نفسيه الاطفال والاحتياج الحقيقي اللي عندهم نتيجه اللي بيحصل في الاسره.